والله يا حبايب قلبي كان نفسي اقول لكم ان انا عامله فيديو عادي جدا ورايق وهادي، بس انا ما نمتش يا بت بقالي 3 ايام. والله يا بت ما نمت بقالي 3 ايام ما نمت، وده ليه؟ عشان احنا معانا اوردر كبير لعميله قمر. والله بصوا استقبلوا مني اي حاجه، والله ما نمت، والله ما نمت. تعبت قوي والله العظيم، تعبت جدا جدا في الاوردر ده. بصوا اتطلب مننا اوردر كبير. انا طبعا من الناس اللي كنت متضايقه وزعلانه ازاي مش بيجيلي اوردرات كبيره. طلع يا بنت الاوردرات الصغيره بركه، اقسم بالله بركه. المهم اتطلب مننا اوردر كبير، وده كان عباره عن 260 قطعه من شكل القلب. ولكن المشكله مش في كده، المشكله ان احنا حددنا اسبوع فقط، اسبوع والعميله تستلم. وحصل كالاتي ان الاسبوع ما كفاش. فانا يعني عدى من الاسبوع، خلاص هو فاضل بس النهارده اخر يوم، فخلاص يعني بقالي بقى 3 ايام مطبقه ما نمتش عشان اقدر انجز الاوردر. والله بجد يعني تقريبا في 3 ايام دول تقريبا نمت ساعتين او 3 ساعات، حاجه زي كده. تعبت قوي قوي بجد. طبعا فكان لازم انتوا تشاركوني كل التفاصيل دي، وتشاركوني ان انا ما نمتش. عشان ايه بقى؟ عشان احنا اسره كده صغيره كده مع بعضينا، فلازم يعني. هوريكم الاوردر، هوريكم شكله. كمان الحمد لله خلصت جزء منه وغلفته. طبعا انا ما عنديش مكان سبيس كبير، فكل اللي بخلصه بحاول ان انا اجففه وبعديها اشيله في الكراتين على طول. فهشارككم كل حاجه. حبيت اقول لكم بس ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وان يا رب كل الفيديوهات اللي بعملها تكون مفيده. اسفه ده اول فيديو اطلع فيه كده بالترنج. بس والله العظيم مش قادره خالص ان انا البس ولا اي حاجه. ف حبيت اشارككم كده تفاصيل، يعني اول مره تشاركوا معايا كده يوم كده من ايامي الصعبه في الشغل. فان شاء الله تكون كده كل الفيديوهات اللي بعملها لكم تكون مفيده، وتكون كده في ميزان حسناتي وحسناتكم باذن الله. طبعا يا عيال انا مش حاطه ميك اب ولا اي حاجه. احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بس ده اخواتي فلتر، والله اخواتي في الله، ده فلتر اهو، فلتر اهو فلتر. ف فباذن الله باذن الله يعني كده اكون بقدر افيدكم، وبقدر ان انا اقول لكم على كل المعلومات والتفاصيل اللي تفيدكم في شغل الكونكريت، ويكون الموضوع سهل وحلو. وادعوا لي بقى، ادعوا لي. هوريكم بقى باقي الشغل والقطع اللي انا بعملها. وطبعا لو احتجتوا اي حاجه او احتجتوا تسالوا على اي حاجه او اي استفسار بخصوص كونكريت يعني وكده، فتقدروا تكتبوا لي في كومنتات، وان شاء الله هقرا كل الكومنتات واجاوبكم عليها. باي باي. يلا بينا نشوفه عملي بقى. بصوا انا هنا كنت بعمل 10 او 8 وبرصصهم. وكانت هنا الكراتين عندي دي كراتين شيبسي عادي جدا يا جماعة، لاني الكراتين اللي كانت عندي خلصت فما كنتش عارفة اتصرف، فجبت كراتين شيبسي عادي. وكنت اللي زي ما بقول لكم اللي بيجف عندي كنت بحطه في الكرتونة على طول. بس هنا انا سبت كرتونة يعني عشان اوريكم، انا كنت بحاول احط طبقة تانية من جوه الكرتونة عشان بس برضو ايه يعني، كنت حاسه ان الكرتونه دي خفيفه مش تقيله زي الكراتين اللي انا بعبي فيها على طول. ودي طبعا دي كوبايه قهوه، اوعى حد يفتكرها شاي، دي كوبايه قهوه، دي البطله بتاعتي لمده 3 ايام. كنت بسف كميه قهوه. هنا الحمد لله كنت كل 100 كنت يعني بصور وبعبي، بحطهم في الكراتين. دول كانوا حوالي 100. فابتديت ان انا اعبيهم، كنت بسيبهم بس الاول ان هم ينشفوا فترة، وبعد كده كنت بدخلهم جوه الكراتين وبعبيهم. وطبعا انا بحاول اصور لكم من قريب والله، بس والله مش قادرة خالص يا جماعة. طبعا هي كانت طالبة نفس الشكل، 260 قطعة يعني مش اشكال تانية، هو شكل واحد عشان كان هدية عيد الام.
ده بقى هنا انا كنت بعمل ايه، كنت بحط كل 5 بغلفهم مع بعض، بحط كل ما بين كل قلب وقلب طبقة فويل وطبقة بابلز قصدي. وانا ما كنتش بعمل كده، انا كنت الاول بغلف كل قلب في بابلز لوحده، بس عايزه اقول لكم البابلز جه في الاخر وخسع كده معايا، وكل حاجة خسعت تقريبا. وبعديها كنت بلزقه باللزق اللي هو الشيكرتون واحطه في ورق. وهنا بعد كنت ما بغلف اول كرتونة كنت لازم احييكوا واوريكوا. اتمنى كل الفيديوهات تكون مفيدة وتكون بتعجبكم، واتمنى ربنا يرزقكم كده من واسع جميعا، ورمضان كريم عليكم يا رب. تنسوش اللايك والشير عشان انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وهستناكم الفيديو جاي. تنسوش اللايك والشير.